السلام عليكم، أنا رحمة ناجي رجعت لكم فيديو جديد وإن شاء الله يعجبكم. هعمل النهاردة معاكم مسقعة باللحمة المفرومة. متنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير. يلا بينا نشوف المقادير. هنحتاج صلصة. أنا عملت الصلصة ديت بشوية زيت على النار، يعني حوالي معلقتين كبار زيت وعليهم فصين توم مفرومين ناعم. وبعد ما التوم اصفر معايا رحت نازلة عليهم بمعلقتين خل عشان هتش بيهم التومة، ونزلت عليهم بعصير الطماطم، وحطيت ملح وفلفل اسود وكمون. فلفل اسود نص معلقة صغيرة وكمون معلقة صغيرة، وفردتها في اخر الصينية. وبعد كده البتنجان اخدت 3 بتنجانات كبار، قطعتهم وسط وقليتهم في الزيت. والعصاج احتجتله زيت ولحمة مفرومة، واحتجتله بصلاية وسط وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وسبع بهارات وحبهان وجوز الطيب وكزبرة. وزي ما قلتلكوا في الفيديو اللي فات، انا بحب احط كزبرة على اللحمة، بجد بتديها نكهة جميلة جدا، جربوها هتعجبكم. حطيت الاول شوية زيت على النار وحطيت البصلاية لغاية ما تبلت، وبعد كده نزلت عليها باللحمة المفرومة، وبعدين نزلت عليها بالبهارات. انا هكتبلكوا كل المكونات تحت في الديسكريبشن بوكس. وسبت اللحمة على النار لغاية ما عطتلنا اللون الجميل ده. استوت معانا كده تبقى جاهزة. انا رصيت الصينية، حطيت شوية صلصة من تحت، وبعد كده حطيت عليها بتنجان وبعدين لحمة مفرومة وبعدين صلصة وبعدين بتنجان ولحمة مفرومة لغاية ما تخلص الكمية معايا كلها. بجد جربوها بالطريقة دي هتدمنوها ومش هتعملوها غير بالطريقة ديت، هتعجبكم جدا. اخر حبة صلصة عندي خففتهم بشوية مية دافية وزقيت بيهم الصينية في الاخر خالص، وفردتهم على الصينية كلها بالشكل دوت لغاية ما كل الصينية بقت فيها صلصة. وبعدين جبت 2 فلفل حامي قليتهم وبعد كده قشرتهم بالطريقة ديت وحطيتهم على اطراف الصينية كده. وهنا كان عندي جبنة موتزاريلا في التلاجة، طلعتها وبشرتها، حطيتها على الصينية من فوق كده لغاية ما بقت معايا بالشكل ده، بجد تحفة. وبعدين حطيتها تحت الشواية على طول لغاية ما خدت معايا اللون الجميل كده وبقت جاهزة معانا. المكونات كلها هكتبها لكم تحت في الديسكريبشن بوكس، ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم فيها، هتعجبكم ان شاء الله. واول ما تجربوها تقولوا لي. وكده نبقى خلصنا معاكم الفيديو، واشوفكم المرة الجاية على خير وبألف هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير لو عجبكم الفيديو.